اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وادعي لنا وعليكم الأيام بخير يا رب. قلت أعمل لكم الفيديو ده بقى، كان آخر يوم في رمضان، كان يوم الوقفة. كنت صبنت الحمام كده، خلصت وصبنت المطبخ الحمد لله. يعني كنت كل يوم بعمل حاجة والله، يعني ايه، كل يوم اغسل، ما امسك اوضه مع الاكل، مع زي ما انتوا عارفين بقى العصاير والاكل والصحيان بتاع رمضان. وكنت بعمل برضو شويه قراقيش على شويه غريبه والبيتي فور، وعملت شويه حاجات حلوه الحمد لله. يعني كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. هنا بوريكم الشقه قبل، وبعدين هوريكم بقى ايه بعد بقى. شقتي المتواضعه الجميله الزغنطوطه الحلوه. دي كنت مبيضاها من حوالي من 3 4 سنين. بس كان نفسي يعني ايه، ما احطش اللون التاني ده، كان نفسي اعملها ساده كلها، بس يلا بقى الحمد لله. بنتي كانت طالبه اللون الطوبي ده ويعني الحمد لله. هنا بقى كنت مسكت النيش ده وكله، فرغته بقى وغسلت الكوبايات اللي فيه، ونضفت وغسلت المفارش، ورصيت الحاجه تانية. ما انتوا زي ما انتوا عارفين بقى من السنه للسنه بيتعمل النيش، ما بيتعملش على طول. هنا بقى كنت خلصت الحيطان وصبنت الحيطان كلها كويس، ومسحت الارض، كل الحاجات دي كلها متنطوره، حاجات بسيطه يعني مش تاخد وقت معايا. اهم حاجه عملنا ايه؟ الاساسيات. السيراميك زي ما شايفين والله بيبرق كده، مسحته بقى ونضفته كله، اتغسل بالربس، وكان عشان كنت بدلق شويه صابون على الحيطان، فطالما الصابون نزل على الارض بيخلي الارض بتبرق. هنا بقى المفارش دي برضو بتاعت الركنه غسلتها كلها اهي الحمد لله. والانتريه ده برضو كنت غسلاه، غسلت الحاجة بتاعته وركبت حاجات، وفي حتة تانية مكانتش اتغسلت الناحية التانية، قلت ايه، هركبها برضو ان شاء الله. وهنا الستاير هي ستارة البلكونة الخضرا دي برضو، وده اهو الحمد لله. يعني نظفنا كله. والديفليزر ده برضو بتاعي، كنت جايباه من فترة، من 2 3 زي ما انتوا شايفين اهو. كله دلوقتي بقى ايه، هينضف يبقى كله زي القشطة. عندي البلكونة، انا مش بلكونة، يعتبر الأوضة التالتة، لا مؤاخذة، حاطة فيها الجزامة، وحاطة فيها شوية حاجات كتير يعني جوه، بصراحة شايلة بلاوي يعني. زي ما انتوا شايفين طبعا الأولاد يعني كبروا، بيجي الحاجة بتاعتهم بتزيد طبعا، والحاجة وكده يعني. وقطين مش عارفين يعني. ده ابني كان نزل، كان لسه جاي بيقول لي انا جبت بنطلون مودرن سبورت، ده اسمه ولا ايه؟ مودرن سبورت اهو، بنطلون كده، وجاب عليه سويت شيرت كده خريفي حلو عشان يلبسهم في الوقفة. وبنتي جابت برضو ترنج، وانا جبت ترنج الحمد لله. والولاد التاني برضو جابوا، كل واحد اللي جاب برضو زي كده بنطلونات، وبيشكلوا عليها سويت شيرت من بره كده. ويوم الوقفة ده كنت مخلصة الحمد لله كل حاجة، يعني مفيش غير ايه، هنفرش كده ومسحة خفيفة كده ونركب الستاير وخلاص. بس قلت اخليها ايه برضو ايه بعد الفطار. ادي بعد بقى كده خلاص فرشت كده. كان اول يوم، قصدي بالليل كده، خلاص كانت حوالي 2 بالليل او 1 بالليل. خلاص كده خلصنا اهو. جبتها لكم بالاول تاني. دي اوضه النوم بتاعتي اهي، قصاد الحمام جوه في طرقه كده، وبعدها المطبخ جوه. الكحك والحاجات اللي خبزتها اهي محطوطه في الحاجات جوه اهي، في العلب، شايفينها هناك اهي. ودي اوضه النوم بتاعتي قديمه طبعا، حوالي ليها 27 سنه، 28 سنه، داخله على 30 سنه. بس اوضه اصيله والله. يعني الخشب بتاع اليومين دول ما يقعدش متهيألي 30 سنه او 27 او 28 سنه يعني. نظفتها برضو، كنت بمسك اوضه اوضه والله العظيم، نجيبها من تحت السرير، من فوق الدولاب، بس واحده واحده، عشان انا طبعا ما اقدرش اعمل الشقه كلها مره واحده. قبل العيد باسبوع كده مسكنا ايه، نمسك اوضه 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 اوضه. الاوضه دي الاول، الاوضه بعد كده التانية اللي جوه، بعد كده مسكنا المطبخ، بعد كده مسكنا البلكونه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. ركبت الستاير ده اهو، والسجاد غسلته برضو على ايدي والله كله، كل يوم برضو كنت بغسل واحده كده بعد السحور او قبل السحور. اللي بقدر عليه بعمله الحمد لله. طالما بتبدأي قبلها بأسبوع هتقدري تخلصي. ده الترمس بتاعي، وده الكحك بتاعي طبعا، الحاجة اللي أنا عملتها. بس البسكوت ده شريعة، ما عملتش بسكوت في البيت، أنا عملت كيلو قراقيش، وعملت حبات القهوة دي، وعملت الغريبة، وعملت الكحك والبيتي فور. أنا نزلت فيديوهين بس، في فيديو أو 2 موجودين، ده أنا ملحقتش أنزلهم بصراحة. البيتي فور والقراقيش برضو منزلش. ده كان بالليل، يعني كان حوالي الساعة 2 بالليل، وكان خلاص صلاة العيد بقى. قبل صلاة العيد صورت الحاجة دي وكده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب شقتي دي متواضعة كده تعجبكم يا رب يا حبايبي.
الحاجات دي والله عاملة يعني الأنتريه ده كنت عاملاه ب5000 جنيه، يعني حوالي من 2012 بعد الثورة، أنا فاكرة من بعد الثورة الأنتريه. لكن الركنة عملتها يعني، الركنة دي لما عملتها كلفتني 7000 جنيه، والله 7000 جنيه ساعتها، يعني رخيصة جدا. الحاجة دلوقتي غالية، لا أعرف نجيب ركنة ولا نعرف نعمل أنتريه ولا نعرف نعمل أي حاجة بصراحة يعني. اللهم لك الحمد. المبخرة بتاعتي بقى، ودي بتاع كده فخار لما فيها المفاتيح والحاجات دي كلها كده بتاعت الأولاد والبيت كله. ودي النيش بتاعي الجميل كده الزغنطوط ده الحلو ده كده، غسلته برضه زي ما قلت لكم. والفانوس بتاعي، والعياشة دي كنت شاريها برضه. والزرعتين اللي بقالهم سنين دول بغسل فيهم. ده خروف العيد بتاعي، خروف عيد الأضحى. هنذبحه امتى الله أعلم، لسه مش عارفين يعني لما يكبر شوية. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ادي ركبت الستاير اللي هنا برضو. هي الأوضة فيها شوية يعني أنا مش هو الطوبي عمل معايا أزمة مع الحيطة، مش هقدر أعمل أي حاجة تاني. خلاص بقى، خلاص الواحد ما يقدرش يجيب فرشة دلوقتي يعمل بيها أي حاجة. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. هنا كان طبق الغسيل هناك، وركبت الستارة جوه اهي تحت البلكونة. والطبق الغسيل مليان غسيل طبعا، كنت لسه عايزة انشره. نضفنا بقى وغسلنا. شايفين البلكونة فيها الكركبة ازاي اللي هنا دي بالجنب كده، حاجات كلها بس نضفناها يعني. شلت الحاجة كلها، انا بشيل حاجة حاجة، بمسك اوضة بمسك بلكونة بجيبها من فوق لتحت كلها، وارص الحاجة تاني وامسح وانضف وارص الحاجة تاني زي ما هي. الخروف بتاعي ده انا شاريه والله. انا بحب ده يعني. انا من هواة اللي انا بحب الدباديب والعرايس والحاجات دي. بحب العرايس قوي بتاعت الاطفال والله العظيم. ما اعرفش والله طبيعي ده ولا ايه ده. انا كده. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش يا حبايبي بالله عليكم بالله كل اشتراك. ده باب الشقه. ابني كان خارج من الاوضه فقال لي ما تطلعينيش، انا قلت له مش هصورك ما تقلقش. كان في اوضه النوم جوه، بس الازاز اتكسر مني الحمد لله، يعني ازاز التسريحه. اوضه النوم دي برضو كنت عاملاها برضو انا، كل ساعتها جددت الحاجه كلها من بعد 2011، من بعد 2011 12 13 زي كده. اوضه النوم دي برضو اتعملت يعني، اقسم بالله الاوضه دي اتعملت ب9000 جنيه. بصوا، وتسريحه كبيره وسريرين كبار 120. بصوا الازاز اتكسر اهو، بوريكم الازاز هنا شايفين كسر مني. سريرين كبار 120. مكتبة قلت له انا عايزة المكتبة دي على هيئة ايه حاجات بقى دي تحت الاولاد في اكياس حطها في شنط. المكتبة دي قلت له الراجل ساعتها عملتها عمولة، قلت له انا عايزة اعمل المكتبة دي ماشي مكتبة في النص، بس عايزة ضرفة وضرفة يعني، بس على حس ان انا ايه مثلا ايه الضرفة دي احط فيها هدوم ودي هتحط فيها هدوم برضه. قلت له مش عايزاها ازاز، انا مش عايزة ارص دباديب ولا حاجة، لا انا عايزاها ضرفة. قال لي دي هتكلف، قلت له مش هتكلف ولا حاجه. والدولاب بتاعه عشان طبعا انا ولادي مش شايل الهدوم يعني كلهم يعني، والله على كده متكربسين كلهم في اوضه واحده. فوق ده بقول لك ده عود، ده بنتي بتحب تلعب على العود في كليه التربيه الموسيقيه وكده، فبتحب تلعب على العود شويه زي ما انتوا شايفين. بس الاوضه اللي بتاع الابيض ده السيلفر ده قصدي توسخ، بقول لك عايزه تدهن تاني يعني وكده. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. وما تنسونيش بالله عليكم بالله كل اشتراك يا حبايب قلبي. وهنزل لكم برضو الفيديو، هنزله فيديو البيتي فور، أنا تعبت فيه لازم أنزله إن شاء الله، وهيعجبكم إن شاء الله يا حبايبي. يا رب اللي يعمل لي لايك واشتراك يخش الجنة يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة.